مساء الفل على كل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب النهارده يكون يوم جميل على كل الناس يا رب ان شاء الله. زي ما وعدت حضراتكم واتفقنا مع بعض ان احنا ان شاء الله هنعمل حلقه فنيه عن ماتش الاهلي والزمالك، لان ما ينفعش يعدي الماتش كده من غير مجموعه حاجات لازم نتكلم فيها. جاي لك وهقول لك كل تفصيله النهارده حصلت في الماتش، هقول لك عن كل شيء ولو هو بسيط، وايه العوامل اللي كسبها النادي الاهلي النهارده من الماتش، ايه العوامل اللي خلت كمان النادي الاهلي يقدر يكسب الماتش ويعمل ماتش كويس جدا جدا، خصوصا في الشوط الثاني. اولا اول حاجه كده، في مدير فني يا جماعه قاعد بره قاري الجيم كويس جدا، محفظ لعيبته كويس جدا هم هيعملوا ايه. كولر قاعد بيقرا كل تفصيله موجوده في الملعب، وده وضح لك قوي 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 في الشوط الثاني. الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي نزلت مركزه جدا في الماتش. كهربا كان عليه عامل كبير قوي 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 في فوقان الفرقه كلها. عايزك حضرتك تركز معايا في لقطه مهمه جدا 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 في مجريات الماتش. كهربا لما جاب الجون الاول وهو وخارج بيقول لمحمد شريف هتجيب جون، هتجيب جون. ده لعيب كبير يا جماعه، لعيب عارف الماتشات دي محتاج اللعيب اللي هينزل مكانه. مفيش اي ضغينه، مفيش اي ولا الراجل زعق ان هو هينزل، ولا الراجل زعق ان هو هيخرج من الملعب ويسيب الملعب. مفيش عندنا الكلام ده كله خالص. كهربا بيقول لمحمد شريف دي يا جماعه لقطه مهمه جدا جدا بجد، بيقول له هتجيب جون، بيحفز اللعيب، بيقول للعيب ان شاء الله هتبقى موفق. ومحمد شريف برده موفق جدا ما شاء الله قدام الزمالك، موفق جدا جدا في ماتشات الزمالك وبيعمل ماتشات كبيره جدا. الحاجه الثانيه بالنسبه لي والميزه الكبيره اللي استفاد منها النادي الاهلي، محمد شريف احنا كنا محتاجينه يهدف في الوقت ده. ما تنساش ان انت رايح كاس العالم للانديه، ما تنساش النقطه دي خالص. محتاج مهاجم كويس جدا في ظل ان لسه النادي الاهلي ما جابش مهاجم، فانت محتاج يبقى في باور عندك موجود بالنسبه للمهاجمين. الراجل النهارده ياخد ثقه في نفسه، لو نزل في كاس العالم للانديه يقدم كويس ويلعب كويس ويعمل ماتشات كويس. رقم 3 من الحاجات اللي حصلت فنية في الملعب، الالتزام الخططي والتكتيكي للخطة اللي كانت موضوعة للماتش. يعني ما تلاقيش لعيب من لعيبة النادي الأهلي ما قدمش الدور المناسب اللي عليه في الماتش. محمد هاني كان عامل جيم دفاعي هجومي من الشوط الأول لآخر الشوط الثاني، بصراحة حاجة محترمة جدا. صحيح عنده كام خطأ كده بسيط في فاولات مؤثرة شوية مع إمام عاشور، ولكن الولد كان مركز إن هو خلي بالك. يعني محمد هاني بسم الله ما شاء الله واخد الماتش من اوله لاخره الجبهه دي، لان انت لو ركزت حضرتك في الشوط الاول هتلاقي ان علي معلول ما تقدمش تماما للهجوم. كل الشغل كان على جبهه محمد هاني وحسين الشحات. الشوط الاول ما قدموش المردود الكبير، ولكن حصل تحول كبير جدا جدا في الجيم في الشوط الثاني. ساعد لاعيبه النادي الاهلي وساعد الاهلي ان هو يكسب 3 اهداف النهارده، اهداف كلها مؤثره وحلوه جدا ومهمه جدا. عايز بس اقول كمان لحضرتك على لقطه ثانيه مهمه جدا. النادي الاهلي بعد ما جاب الجون الاول، لو ركزت في الملعب، وبصراحه دي علشان برضو الواحد ما ينسب الحقوق لاصحابها، اللي اثار النقطه دي وانا شفتها في التحليل بتاعه ابراهيم فايق، لان اللقطه دي ما كانتش موجوده تقريبا في الماتش، ما خدناش بالنا منها. علي معلول استشعر ان الزمالك ممكن يفوق دلوقتي. هجمتين 3 حصلوا بعد ما الاهلي جاب الجون، فعلي معلول بحس اللعيب الكبير، اللعيب اللي انت مش لازم تبقى لابس شارة علشان تبقى كابتن الفريق. عنده الراجل فكر كويس جدا، مدير فني انت حاطه جوه الملعب. علي معلول جاب اللعيبه كلهم لمهم اتكلموا مع بعض. انا بصراحه ما اعرفش هم اتكلموا في ايه، ولكن اكيد كان بيتكلم معاهم فنيا، اكيد الراجل كان قايل له حاجه هو بيوصلها للعيبه. لم اللعيبه كويس جدا. عايز اشيد يا جماعه النهارده برامي ربيعه وخالد عبد الفتاح. بصراحه كل قلقي وكل خوفي قبل الماتش كان من خط الدفاع. بصراحه انا بتكلم معاكم بمنتهى الامانه، برغم الغيابات الكبيره اللي كانت موجوده النهارده في تيم النادي الاهلي، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، محمود متولي، طبعا الاصابات الطويله زي اكرم توفيق، عمرو السوليه، غيابات يعني بجد توقع اي فرقه. ولكن عشان انت عندك قوام محترم جدا 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 من اللعيبه، قدرت ان انت تعدي النهارده من الماتش وتكسب كمان الزمالك 3-0. يعني دي نتيجه كبيره جدا في ظل زي ما بقول لحضرتك الغيابات اللي موجوده عندك.
رقم 4 حمدي فتحي يا جماعة. حمدي فتحي كان عنده تحركات النهارده عرضيه بطول الملعب، بتحركات عرضيه بيوزع اللعب. حمدي فتحي بصراحه النهارده عمل جيم رهيب. حمدي فتحي ايه اللي يجيبه في المنطقه دي؟ ايه اللي يجيبه في الحته دي؟ ان هو يبقى بيستلم في منطقه الجزاء وبيعمل اسيست الكهرباء، جون خرافه. حسين الشحات رفعها لحمدي فتحي، حمدي فتحي استخدمها او استغلها احسن استغلال بصراحه. الولد تقل عليها، لعبها براسه الكهرباء، الكهرباء زي المدفع حطها في الجون. فاذا انت النهارده عندك النهارده ايجابيات كبيره جدا جدا حصلت في الماتش. وعندك كمان راجل قاعد بره زي ما قلت لحضرتك، راجل بيفكر، راجل مش يعني قاعد كده مش قاري الماتش، بالعكس النهارده بشيد جدا جدا بخط النص بتاع النادي الاهلي. ديانج النهارده كان لعيب محوري، يعني ديانج دفاعيا حاجه محترمه جدا جدا. انا بس مش عايزه يطول قوي بالكوره علشان الحاجات دي بتبقى خطيره في الماتشات دي. انت النهارده خط دفاع النادي الاهلي عمل لك حاجات كتيره جدا. اولا عندك في نادي الزمالك 3 أو 4 لو انت شليت حركتهم، وده اللي حصل بجد النهارده من لعيبه النادي الاهلي. عندك احمد سيد زيزو النهارده كان خارج نطاق الخدمه، خارج نطاق الخدمه تماما. مصطفى شلبي يعني تحس ان هو لسه لحد دلوقتي ما فاقش من صدمه ان هو ما راحش النادي الاهلي بصراحه. وكمان الراجل يعني جاي منظف ومظبط نفسه كده النهارده برده. يعني من الحاجات اللي حصلت في الماتش ان انت وقفت الخطوره دي. سيف الدين الجزيري كان بيحاول بشتى الطرق ان هو ياخد ضربه جزاء، كان بيعمل اقصى ما عنده ان هو ياخد ضربه جزاء، ولكن ما عرفش. لعيبه النادي الاهلي كان عندها هدوء وعندها ثبات. فدي يا جماعه اللقطات المهمه اللي حصلت في الماتش. النادي الاهلي كان عنده ثقه تكتيكيه في الماتش، اللعيبه ما كانتش تخرج عن خارج او تخرج من نطاق الخطه اللي كانت موضوعه، كان في التزام تكتيكي كبير جدا في الملعب. محمد شريف لما نزل بصراحة أنا هقول له شابول، يعني لسبب بسيط جدا. التواجد جوه منطقة الجزاء والتوقع بالطريقة دي إن الكورة ممكن يحصل فيها أي شيء. كورة حمدي فتحي في الجون الثالث لما جابوا النادي الأهلي، كورة يعني حمدي فتحي ما عرفش يستلمها، خبطت في دونجا، خبطت في حمدي فتحي، راحت لمحمد شريف. محمد شريف يعني حضها على طول. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يا شريف. انت في الفرص اللي زي كده لازم تجيب اهداف من نص فرصه. يعني كوره زي دي النهارده لو ما جاتش احنا كنا هنخرب الدنيا بصراحه. ولكن النهارده شابول لعيبه النادي الاهلي، طلع الراجل وعمل اجتماع طارئ وبيتكلم يعني خلاص انا جاي لك من المستقبل واقول لك فيريرا مع السلامه. فيريرا البروفيسير اللي احنا كنا وجماهير النادي الاهلي واحنا اتكلمنا قلنا عايزين نتفرج على فيريرا السنه دي. كولر السنه دي علم على فيريرا تعليمه كبيره جدا. يعني في ماتش السوبر تمام التمام، ادي في ماتش الدوري 3-0 الدنيا ماشيه مع النادي الاهلي الحمد لله. لحد النهارده النادي الاهلي بلا هزيمه تماما. دي حاجه تتحسب يا جماعه للعيبه في ظل زي ما بقول لحضرتك الغيابات. عايز بس احمد عبد القادر النهارده ما كانش مساعد الفرقه في الشوط الاول خالص. خلينا نتكلم بمنتهى الامان. قفشه كان بيتطرف كتير كتير على ناحيه اليمين او على ناحيه الشمال، مع ان مكان قفشه هو في نص الملعب الراجل بيوزع اللعب، ولكن برضه الراجل تحس ان هو كان خارج نطاق الخدمه. جات له كوره مهمه جدا جدا في الشوط الاول، هو الراجل ما تعاملش معاها بحنيه. الكور اللي زي دي قفشه خلاص انت مواجه للجون، عايزه حنيه مش عايزه يعني ضربه صعبه جدا. باتشيكو النهارده كان موجود في المدرجات والراجل جاي يجاوب على السؤال اللي لسه ما حدش جاوبنا عليه لحد دلوقتي. يعني القضيه ممكن ومن اين باتشيكو، ايه اللي عملته يا باتشيكو؟ اسئله كتير جدا الراجل جه النهارده يجاوب عليها، في موجود في المدرجات. وشه حلو جدا 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 على النادي الاهلي بصراحه. النادي الاهلي النهارده يا جماعه نقول له شابو، كل اللعيبه في الملعب نقول لها شابو. اتمنى يا رب ان انا ما تكونش سبت لحضرتك اي تفصيله. عايز ارد بس على عمرو الدرديري ودي اخر حاجه. عمرو الدرديري قال لك وجود كهربا مكسب لنادي الزمالك. ايه رايك بقى يا حاجو؟ ايه رايك بقى يا حاج النهارده كهربا نزل كهرب لك الملعب؟ انا بصراحه مبسوط قوي قوي قوي. الكهربا نزل الراجل كهرب الملعب النهارده. اتمنى يا رب الناس تشير الحلقه على اوسع نطاق. يعني يا رب ان شاء الله اكون كفيت فنيا كويس جدا لحضراتكم، حاولت اقول لحضراتكم على كل الحاجات اللي انتم حابين تسمعوها. اتمنى الناس تتفرج علينا على الفيسبوك تعمل لنا نشر الحلقه،
تسيب لنا الكومنت الجميل. الناس اللي بتتفرج علينا على اليوتيوب يا جماعه تعمل لنا سبسكرايب للقناه وتدعمنا الناس كده. شكرا لحضراتكم جدا، وبشكر فريق العمل اللي موجود معايا بصراحه، هو جهز لي شويه حاجات كويسين وعمل لي سكريبت محترم جدا جدا جدا، انا بشكرهم من مكان ده. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.